لو جيت خيرتك دلوقتي وقلت لك تاخد صندوق الذهب ده ولا تاخد كيسين ملح، اكيد من غير ما تفكر هتقول لي صندوق الذهب طبعا، بس انا مش هديهولك عشان ده راكور. نرجعه مكانه ونرجع الملح لاصحابه. سنة 1812 قررت فرنسا انها تغزو روسيا بقيادة نابليون بونابرت، وكل ده كان بحجة انهم عايزين يحموا بولندا من مين؟ من روسيا. وراحوا جمعوا جيش كبير عدده 680 ألف جندي واتكلوا على الله من فرنسا لروسيا. واول ما نابليون دخل روسيا وبيقول بسم الله الرحمن الرحيم، لقى الجيش الروسي بيقول له والله ما انا لاعب، وراح سابه وانسحب على شرق روسيا. يسكت الدب الروسي؟ لا، الجيش الروسي اتجه لشرق البلد، وكان عارف كويس ان هو لما راح شرق البلد الجيش الفرنسي هيمشي وراهم، وعشان كده لما راحوا شرق روسيا حرقوا كل المحاصيل ومخازن الاكل، عشان لما يجي الجيش الفرنسي ما يلاقيش اكل جديد ولا يلاقي محاصيل. فنابليون يقع في مشكله ويضطر انه يطلب معونات من فرنسا. هتقول لي وفيها ايه ما يطلب معونات من فرنسا؟ انت متخيل ان هو هيطلب اكل من فرنسا هيروح له على روسيا؟ حلني، شوف هياخد وقت قد ايه عقبال ما يجي. تخيل انت بتكون عامل ازاي لما بتطلب دليفري من محل ورا بيتك ويتاخر عليك، ما بالك دول طالبين اكل من قاره تانية، تفتكر بقى هياخد وقت قد ايه؟ اللي عمله الجيش الروسي كان في منتهى الذكاء، لان الموضوع مش واقف على اكل وبس، ده واقف على حاجات كتير قوي. انا عارف انك عايز تعرفها فاقولها لك بعد الفاصل. روسيا في الوقت ده ما كانتش لسه دخلت فصل الشتاء، ولو ما تعرفش فصل الشتاء في روسيا فهو غير. فلو كنت فاكر يا نابليون ان شويه التلج اللي بينزل عندكم في فرنسا ده حاجه، فاصحى، انت لسه ما شفتش التقيل اللي عند الروس. روسيا كانت عارفه كويس ان هي لو دخلت اصطدام مع فرنسا ف100% هتطلع خسرانه، عشان كده روسيا فضلت تاخر فيهم لحد ما الفرنسيين لقوا ان الجو بقى ساقع ومش معاهم ولا اكل كافي ولا هدوم تقيله، ده غير ان الخيل كمان تعب والجنود احبطوا. مش سهله روسيا برضه. فروسيا سمعت ان جنود فرنسا بداوا يتعبوا، فراحت عملت ايه بقى؟ نزلت عليهم وخلصت. هم صحيح روسيا جنودها كانوا قليلين وقتها بس نينجا، وفرنسا في وسط التلج في روسيا ملهاش صاحب يسال عليها. الموضوع وصل ان جنود فرنسا ما كانوش بيتمنوا في الوقت ده الا شيء واحد. على حسب كلام بعض المصادر كانوا بيقولوا ان الفرنسيين خسروا بسبب انهم ما كانوش لاقيين ملح. الملح كان مهم جدا بالنسبه لهم لان كان في عدد كبير من الجنود متصابين، ولو ما لاقوش ملح يطهروا بيه الجروح فانت اتكلت على الله وموت. ولك ان تتخيل ان بسبب جرح عادي جدا في دراعك هيرموك عشان انت هيجيلك غرغرينه وتموت، ومش هينفع يسيبوك برضه ويفضلوا ياكلوا فيك وهم عارفين انك هتموت فيرموك بالحياه. وبعد كل ده الحرب خلصت بنتيجه غير متوقعه بالمره، فوز روسيا على فرنسا. كان الحل في الحرب دي شيء بسيط، ولكن بسبب ندرته في الوقت ده ما كانش شيء بسيط بالمره. الشيء البسيط ده كلف الجيش الفرنسي ارواح كتير ساعتها، ده غير الهزيمه اللي محدش كان يتخيلها. عشان لما بعد كده اسالك تاخد ملح ولا ذهب تاخد ملح. الصندوق ده مش بتاعنا. سلام.